من بين مليارات البشر في ناس اتولدت بحالات نادرة جدا، لدرجة ان الاطباء اعتبروها معجزات او كوابيس طبية حقيقية، زي طفل عاش ب20% بس من دماغه، وواحدة طلع لها قرن حقيقي في راسها، وشخص تاني صوته ممكن يكون الأعمق في تاريخ البشرية كلها. وكل ده موثق وحقيقي بالكامل. والنهاردة هنشوف مع بعض أشخاص بتتولد كل 1000 سنة مرة واحدة بس. غاري تيرنر. لو فاكر ان الإنسان المطاطي مجرد شخصية خيالية، يبقى أكيد ما شفتش غاري تيرنر. الراجل ده عنده حالة نادرة جدا بتخلي جلده يتمدد بشكل مش طبيعي، كأنه معمول من المطاط فعلا. ورغم ان الموضوع بيسبب له أوجاع في المفاصل أحيانا، لكنه دايما مبتسم ومتقبل الوضع، بل وخد الموضوع بيزنس، وبقى يظهر في عروض وبرامج ويستعرض مهاراته قدام الناس كلها. غاري دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكتر شخص عنده جلد مرن في العالم، بعد ما قدر يشد جلد بطنه لمسافة وصلت ل 16 سنتي. والغريب ان الرقم ده متسجل من سنة 2000 ولحد النهاردة محدش قدر يكسره. جيوتي إيميجي. أول ما تشوفها ممكن تفتكر إنها طفلة صغيرة، لكن المفاجأة إن دي واحدة من أشهر النساء في العالم. جيوتي إيميجي اتولدت وتربت وعاشت في الهند. طولها ما يتعداش 62 سنتي بس، وده بسبب حالة نادرة جدا أثرت على نمو جسمها. قدرت تخطف أنظار العالم وتدخل مجال التمثيل وتتحول لظاهرة عالمية. وفي سنة 2011 دخلت التاريخ رسميا بعد ما حصلت على لقب أقصر امرأة في العالم، وكانت أقصر من صاحبة الرقم اللي قبلها ب7 سنتي كاملين. والغريب ان الرقم ده لحد النهاردة محدش قدر يكسره. ديفيندرا سوتار. تخيل تسلم على حد فتكتشف ان ايده فيها اصابع اكتر من اللي في ايدك بمرتين تقريبا. ديفيندرا سوتار نجار من الهند، عنده حالة نادرة جدا خلت عنده 14 صباع في ايده و14 زيهم في رجله. والغريب ان اللي الناس شايفاه صادم هو بالنسبة له حياة طبيعية جدا، لانه بيشتغل بايده كل يوم من غير اي مشكلة، وتعود على نظرات الفضول من الناس اللي بتيجي مخصوص علشان تشوفه. لكن وسط كل ده بيهزر دايما وبيقول انه عمره ما هيلاقي جوانتي يدخل في ايده. خيسوس فخاردو. لما تشوف الشخص ده كأنك قدام شخصية خارجة من أسطورة قديمة. خيسوس أدهش العالم بسبب الشعر الكثيف اللي كان مغطي جسمه بالكامل تقريبا، لدرجة ان وسائل الإعلام أطلقت عليه لقب الرجل الذئب. الحالة النادرة دي اتسجل منها حوالي 50 حالة بس في التاريخ كله، لكن حياة خيسوس كانت أصعب بكتير من مجرد شكله المختلف. بحسب كلامه الناس ما كانوش بيعاملوه بلطف أبدا، والتنمر خلاه يسيب المدرسة بدري، وبعدها دخل في دوامة كحول وبقى يشرب بفترة، واشتغل في عروض السيرك علشان يقدر يعيش. لكن بعد سنين من المعاناة قرر يواجه العالم بشكل مختلف، وقال أنا زي أي شخص تاني ومن حقي أكون سعيد. وبالفعل قدر يسيب الكحول ويكون أسرة ويبدأ حياة جديدة. والغريب ان نفس الحالة ظهرت كمان عند شخص تاني من الصين اسمه جيسون. كان الشعر بيغطي 96% من جسمه، وكان الأطفال بينادوه برجل الكهوف، لكنه هو كمان اتعلم يتقبل نفسه رغم المشاكل الصحية والعمليات الكتير اللي اضطر يعملها بسبب حالته. خافيير. بعض الناس صوتهم مميز، لكن صوت خافيير ممكن يكون الأغرب على كوكب الأرض كله. من وهو صغير الأطباء لاحظوا ان جسمه بينمو بشكل غير طبيعي، ومع مرور السنين بدأت ملامحه تتغير بشكل واضح جدا. راسه ودانه كبروا بصورة غريبة، وحتى الغضاريف في حنجرته وقصبة الهواء اتضخمت بطريقة نادرة جدا. ووفقا للباحثين مفيش أي حالة مشابهة ليه اتسجلت في العالم كله، بل ويعتقد ان خافيير ممكن يكون صاحب أعمق صوت بشري تم تسجيله على الإطلاق. ورغم كل الصعوبات دي بيعيش النهاردة على كرسي متحرك، وبيقضي وقت في مساعدة أسرته في شغل البيت والحياة اليومية. سنة 2009 الست دي لاحظت نتوء صغير جدا في راسها، ومع الوقت بدأ يكبر ببطء لحد ما تحول لشيء شبه القرن بطول أكتر من 6 سنتي. الأطباء وحتى أولادها حاولوا يقنعوها تشيله، وبعضهم عرض يعمل لها العملية مجانا، لكنها رفضت تماما. بالنسبة لها القرن ده ما كانش تشوه، ده كان علامة مميزة جدا خلت العالم كله يبص لها بدهشة. ورغم انها كانت بتعاني حتى وهي نايمة بسبب حجمه،
لكنها استمتعت بالشهرة اللي جابها لها، لدرجة إن في ناس من دول مختلفة كانوا بيجوا مخصوص علشان يشوفوها ويقدموا لها الهدايا. بول ألكسندر. لسنين طويلة كانت الآلة دي هي السبب الوحيد اللي مخليه عايش. بول ألكسندر اتصاب بشلل الأطفال وهو طفل صغير سنة 1952، وبعد ما الأطباء فقدوا الأمل فيه، دكتور قرر يخاطر ويعمل له جراحة طارئة أنقذت حياته في آخر لحظة. لكن لما فاق اكتشف إن حياته كلها اتغيرت، لأنه بقى عايش داخل جهاز ضخم اسمه الرئة الحديدية، آلة بتتنفس مكانه، لأنه ما بقاش قادر يحرك جسمه بشكل طبيعي. أي شخص مكانه كان ممكن يستسلم، لكن بول عمل العكس تماما، قدر يتعلم ويدرس ويحقق حلمه ويبقى محامي، وعاش أغلب عمره متحدي كل التوقعات وهو محبوس داخل الآلة الحديدية اللي فضلت ملازماه لحد سن 70 تقريبا. اتولد الطفلة في بيرو بحالة نادرة جدا، خلت رجلها الاتنين لازقين في بعض بالكامل، لدرجة ان شكلهم كان شبه ديل حورية البحر. وهي عندها 9 شهور عملت اكتر من عملية علشان الاطباء يحاولوا يفصلوا رجليها، ورغم شجاعتها وتحملها لكل ده وهي صغيرة، الا ان هي عاشت 15 سنة بس. التوأم الملتصق. اتولد التوأم ده في قرية نائية في الهند، ووقت ولادتهم الكل كان فاكر ان هم بيشتركوا في جسم واحد بالكامل، لكن مع الوقت الأطباء اكتشفوا ان لكل واحد فيهم قلب ورئتين ودماغ مستقل، ورغم شكل حياتهم الصعب قدروا مع السنين يتعلموا يعملوا كل حاجة بشكل طبيعي، من الأكل والاستحمام لحد لبس الهدوم، وحتى بيسرحوا شعر بعض. ومع ان دكاترة كتير عرضوا عليهم عمليات الفصل، إلا ان التوأم رفضوا تماما وقرروا يفضلوا مع بعض. رونا. وانت بتبص على صور رونا لأول مرة ممكن تفتكر ان الصورة معدلة، لكن دي كانت حالتها الحقيقية فعلا. رونا البنت الهندية المسكينة اتولدت بمرض نادر خلى راسها يكبر بشكل مخيف جدا، لدرجة ان محيطها وصل ل 94 سنتي، وده سبب ضغط هائل على دماغها خلاها ما تقدرش تقعد بشكل مستقيم. والأسوأ ان جلد راسها كان مشدود بقوة، لدرجة ان جفونها قفلت فوق عينيها وما بقتش قادرة تشوف. أهلها كانوا بيتمنوا تعيش حياة طبيعية زي أي طفلة، وبعد 5 عمليات جراحية ضخمة قدر الأطباء يقللوا حجم راسها بشكل كبير لحد ما وصل ل 58 سنتي. ورغم ان رحلتها الطبية لسه ما انتهتش، إلا ان حالتها بدأت تتحسن والأمل لسه موجود. جاكسون بويل. الأطباء قالوا انه مش هيعيش كتير، وبعضهم ما كانش متوقع حتى انه ينطق كلمة واحدة. جاكسون اتولد بحالة نادرة جدا أثرت على نمو جمجمته ودماغه، لدرجة انه كان بيفتقد حوالي 80% من دماغه. ومع ذلك الطفل الصغير ده فاجئ الكل لما بدأ ينطق أول كلمة ليه وقال بيبي، وبعدها قدر يحتفل بعيد ميلاده الأول، حاجة ناس كتير اعتبروها معجزة. ورغم ان قصته أدهشت العالم كله، إلا ان رحلة جاكسون انتهت وهو عنده 5 سنين بس، بعد ما تحدى كل التوقعات وعاش أكتر بكتير مما كان متوقع. كليم. في سن 8 سنين بس كانت ايد كليم أكبر بكتير من الطبيعي بشكل صادم، لدرجة ان الناس كانت بتقف تتفرج عليه في الشارع. الطفل الهندي ده أصيب بحالة نادرة جدا خلت ايده ودراعاته الاتنين يفضلوا يكبروا بشكل مستمر لحد ما وصل وزنهم مع بعض حوالي 13 كيلو. شكله المختلف خلى ناس كتير تعتقد انه ملعون، ومحدش وافق يدخله المدرسة، وحتى الحاجات البسيطة في حياته بقت صعبة جدا عليه. لكن بعد ما قصته انتشرت في العالم، أطباء متخصصين قرروا يساعدوه، وخضع لعمليات جراحية لتقليل حجم ايديه ووقف النمو الزائد. وأهله دلوقتي بيتمنوا يقدر يعيش حياة طبيعية زي أي طفل تاني. ديباك باسوان. الطفل ده اتولد في الهند بحالة نادرة، لدرجة ان بعض الناس بيقولوا انها ممكن ما تحصلش غير مرة كل 1000 سنة. ديباك كان عنده توأم طفيلي ملتصق ببطنه، شكله المختلف خلى أهل قريته يسخروا منه باستمرار، وكأن حياته بدأت بالحكم عليه من أول يوم. لكن كل حاجة اتغيرت لما فريق من أمهر الجراحين قرروا يعملوا له عملية معقدة مجانا، وفعلا نجحت العملية بشكل مذهل. والنهاردة ديباك بقى طفل طبيعي وصحي مليان طاقة وبيعشق لعبة الكريكت. فو وينجو. ويا رب أكون نطقت اسمه صح. لو فاكر ان الزرافة هي الكائن الوحيد اللي عندها رقبة طويلة، يبقى اكيد ما شفتش الشاب ده، وهو بيحمل الرقم القياسي الأطول رقبة في العالم. طول رقبته أكبر بحوالي 50% من الطبيعي،
والسبب انه اتولد ب10 فقرات عنقية بدل ال7 اللي موجودين عند اي انسان عادي. ورغم شكله المختلف عايش حياته بشكل طبيعي خالص، بيروح المدرسة ويلعب مع اصحابه عادي، لكنه بيضطر يلبس دعامة مخصوص علشان تسند رقبته. ومع انه ممكن يعمل عملية في المستقبل لتقصير العنق، الا انه حاليا مش شايف ان الموضوع اولوية بالنسبة له. اليازيا كالدويل اتولد بمرض نادر سبب له اكياس مائية ضخمة وانتفاخات واضحة في وشه، لكن ده ما منعوش انه يبقى راقص معروف في ولاية كنتاكي، وبينزل رقصاته بثقة على تيك توك. وبيقولوا ان اول ما بيبدأ يرقص بينسى كل همومه وبيحس بحرية كاملة.